السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتكلم عن موضوعين وكانوا من أهم المواضيع اللي تعيش في البلد. أولا رانا شاكرين ذي الشخصيات الاعتبارية اللي كانت تشتغل مع رئيس الجمهورية واللي عايشته من الصغر إلى يومنا هذا، نعرف عن شهادتهم قطعا تفخر اللي قطعا حد يشهد من المناقب الشخصية ذنبتها تفخر، ونعرف عنهم ما هم كاذبين. يا قال مولي كنا نختاروا الأمور تعود نجبرنا احنا فرصة مازال لنا 3 سنوات مع رئيس الجمهورية، نختاروا هذه السنوات نقولوا نحن اللي عاقبنا الشكر في شيء ملموس وفي على أرض الواقع من العدالة الاجتماعية ومن الصحة ومن التعليم ومن نقص الأسعار ومن أمور عدو الساوية في البلد وثرواته، ويصلح السمنة في الخارج وفي الداخل. وهذا هو اللي نختاروه وطبق القانون حق بهذه السنوات مازال جايين. ونعرف عنه إذا قد يعدلوا إلى همه به اللي حدك بعض الدولة 10 سنوات قد لا يعدلها قسم ذاك على الأمور وكما هنا عرانا دور لا. ونختار هم اللي طارح لهم الأخلاق ذيك الناس اللي متداخلة مع حد وقريبة منه عنها تقول له عنا نحن هذا الجزء الثاني من التلاميذ عنا طالبين والشيخنا عنه يطلس الشريف اللي أخوه وصديقه محمد عبد العزيز، وعنهم اللي عنده أمور يا الله لا توفى كان نقدر نعدل حوار شامل وكامل ويخلق عفوهم اللي رئاسي عنه ياسر من الخلق راهو مظلوم في السجن. بالمناسبة راني محيي الصبار المناضل الكبير والحمد لله على إطلاق سراحه اليوم. هذه مردة نختار توصل رانا بعض للنداء مطالبين رئيس الجمهورية والشيخنا إطلاق سراح ذاك الإدريسي الشريف كافي ذاك المستمرميد، هذا بطاح من الأخلاق ونختار عفو رئاسي. هذه واحدة. النقطة الثانية نقطة الحراطين وتتلاوهم الوطيات قومهم أسلافهم الله الناس أصلا اللي اقتدوا بها. ونرى عن الحراطين انتفشوا من نفشة قريبة عن نعرف أصلا حرام العكة يتدسم يقير هم اللي خلق لهم ما عرفت شو به اللي طايحة فيهم مارك موضة من النضال بالندوات وبالكلام خاسر والضيقا بيناتهم وتقسيم نضال ذاك واتهام ذاك بذاك. أنا أرى عن الحراطين ننصحهم وننصح راسي وننصح الموريتان كاملين أن يلا نوقف تحرطيننا وتبيضيننا واستكويرنا إلى نعدلوا بلدنا باصل بينا. وإذا ما قبلوا ذاك وعادوا يختاروا يدخلوا الحوار عندهم لا طريقين قد يدخلوا فيه، اللي عندهم مواطنين نموذجيين وينخرطوا بالأحزاب والمنظمات والمبادرات ويدخلوا فيه ويناقشوا عاد النقاش يعني بناء وتأسيس وترميم موريتانيا من جديد دولة متقدمة يلا تناقش لنا الأمور. مازلنا صار عندنا ذيك الرجعية والتحرطينة والتبيضينة والقبيلة والعشيرة يلا حراطين كاملين يصطفوا ورا زعيم الجرام الذهبي اللي هو الحرطاني الوحيد اللي وصل له. ما قد وصلوا حرطاني ولا فطن بيضاني ولا كوري ولا حد من المكونات دوليا ولا وطنيا. والتضحيات اللي عدل يسوى شنو يسوى رانا متوافقين والله ما متوافقين معه. هو حالا الفرس الناضي معناها عنه هو اللي حالا عليه لعذر اللي عليه الشرطة ويا نعرف عن الحبل نبلد شنكيرو ونصطف وراه كامل ندخل الحوار كمناقشين كحراطين ومكونة قدامنا زعيم متفاصل يدي سليق وبليغ وذاك اللي هي عدل كامل نحن ثاقين فيه ومصطف وراه. هذا في حالة عنا أدنى نناقش نوع النقاش تقزيم النضال نعرف عن الناس كامل ناضلت وراني هذا نحيي جميع المناضلين ونقدرهم كيف ما يعرف وقرأت في النضال ماني ما يتنازل حد عنها. يغالي يرنو فوق من الدقيق من الحروب من الشاشة الصغيرة تصروا الناس في الأخبار. أنا قد قلت لكم يتم لا نقولها لكم عن حد يعود ثقة ويكشح عن وجهه ويحدد موقفه. هذه من المبادئ الحقيقية. حنا برامج مع أنهم خرصين دايرين قدامنا كذا لقاش هو واصل ونحن تابعين ولا يوصل بينا احنا ومشتركين معاه القضية ومشتركين معاه عنه صدوق معنا ونشتركوا معاه عنه ماشي القضية عادلة
إذا أنت لا ينحرف لين كعسوا عنه وخلوا وحده. إذا واضح كون عنا الصح نعود دائما في الأصل إحنا ما عندنا يدله كلام الداعي دي إنسان ناضج وقضية جادة عليه وعلى المستوى رقم توافقنا معاه ما توافقنا معاه يعني يا الله الناس توفى مثل هذا النوع من الموضوع وتخليه عنه. هذه وحدة. مثلا نقول الشباب الحراطين اللي ضارك دايمين عن خير ما راوا الحراطين اللي في الدولة وفي السلطة ما كنتوا ولا يتراوا وجاه ما راوا هما ما كنتوا ولا يتراوا والشيء ما عدلوا هما ما كنتوا ولا يتراوا اللي مكلف مهم ومستشار وهذا مريدات شاشة صغيرة هذا ملاه بلا قرار ولا سب واحد استقلوا اقتصاديا استقلوا عقليا وكلكم ينضج ويوعى يعرف هذا اللي يوفى يغير كلكم يخلي بصمة يتشرف وراه واحد الصف ربنا من ذهبين ما هو له يتندم لا يعود حافظ على كرامته ويعود ملي في الزر الصالح والزر اللي يلا نمشوا فيه كاملين ولكم من كل تقدير احترام.